ابتدينا. عايزة فشار. لا انا عايزه فشار. يلا يلا على جوه بقى. اني انا اتفرج على الاعلان من اوله لاخره وانا عارفه نهايته عامله ازاي، ومع ذلك برضو اكمله للاخر. مش كده وبس، انا اكمل الاعلان واحمل اللعبه مخصوص عشان خاطر العبها بالطريقه اللي على مزاجي، علشان خاطر هو ما يلعبهاش بالطريقه المستفزه ديت وانا ابقى عارفه ان هي غلط. هلعبها بالطريقه الصح عشان اكون انا كده مرتاحه وارجع بعد كده مساحه تاني. مش اول مره اقول الكلام ده، الا ان كل مره الاعلان بيستفزني وكل مره ببقى عايزه احمل اللعبه. مفيش فايده فيا، مفيش. لا ما هو انا ما كنتش محمله اللعبه على اساس حاجه وتطلع اللعبه في الاصل حاجه تانية، فانا مش فاهمه هو ايه ده. افضل دايسه عليه كتير. هو هو بيعمل كده ليه؟ ما فهمتش. هو ده، هي دي اللي انا كان قصدي عليها. في الاعلانات المنتنه دي بقى في 2 يا اما في 8، هو يختار لي دايما في 2. ليه؟ فنخلص. انا ما بحبش الارشادات، بس انا بتكلم ان دي الارشادات وهي دي اساس اللعبه، فخلاص على كده انا بقول والله العظيم هي اللعبه طالما هو بيعمل الاعلان بالشكل ده يبقى اللعبه ضعيفه، يبقى مش لازم انا احملها، ما فيهاش فايده. لا بس والله دي فيها فكره. ايوه خدعه. من هي ما لحقتش تبقى خدعه. مره تاني بسرعه. ايوه كده من ورا وكده من اللي في الوش. حلو. ايوه انا آه. لا فكره جميله. ما لحقتش. تمام. يعني انا هفضل كده. ايوه عسل. طب والله اللعبه ما طلعتش زي ما انا كنت متخيلها ان هي ضعيفه جدا وده كمان الدور التاني عشان بتكلم كتير. اها ده في كمان شويه كمان بيطلعوا تاني كالعاده. انا لو سمحت الصوت يا جماعه قدروا فين صناعه محتوى هنا من اول دور والتاني، وانا اسأت الظن في صاحب الاعلان وصاحب اللعبه.